السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندنا شوية بوري ببلاش، تمام، ببلاش. اللي عاوز يحجز له 10 5 15 ياخد شوية همني وشوية همني، تمام. طبعا احنا بنقعد ساكتين كده، بس ايه، عندنا الشغل مستمر. مش شرط ان كل يوم انزل يا اولاد، بس هي الفكرة ان بقى ايه، يعني عندي الشغل مستمر. زي العروض اللي انا بعملها يا اولاد، بعمل عروض على طول. فالناس بتفكر ان الحاجة لسه عندي، لا، ده والله العظيم اقسم بالله ما فيش بتوع، الحمد لله، لان يعني بنباع ارخص الاسعار. فيعني العروض دي بجددها لان انتوا عايزين كده، ولما بجيبه بنفس السعر بفضل على نفس العرض، لكن لو غلى بقوم مغير العرض. وصلت معاكم؟ ده سمك اهو، ان 7 حبايات 2 كيلو سمك ببلاش، يعني فسيخ ببلاش، زي ما اللي كلمنا هيعرف. تاني حاجه يا اولاد، ما عادش حد يرن عليا على التليفون على سؤال، وما حدش حد يبعت لي على الواتس على سؤال، عشان لو بيه ام التربه يسالني على الواتس او يرن عليا انا مش هرد عليه، تمام. لكن يا ابو رجب انت بتتنطط على الناس او انت بتتكلم وحش مع الناس، لا، علشان الناس ما بتحترمش، يعني ايه، بعض منهم ما بيحترمنيش وهو بيتكلم معايا. يعني عندكم واحده بتكلمني، طبعا انا كنت نايم نعسان بنام، انا بنام زي الناس، انا مش عارف انتوا بتناموا ولا لا، بس انا بنام زي الناس، تمام. فبتصحيني الساعه 6 الصبح على سؤال، وتست والله ده نايم. قالت لي لازم ترد عليا، انت اللي حطيت رقمك وايه، وانت اللي قلت لي كده، فلازم ترد. قلت لها ازاي هتسخرنا عندك؟ قالت لي انت مش عارف، اجرى متقفله في وشي، هي مش احسن مني لما تقفل في وشي، تمام. ولكن الله يسهل لها ويسامحها. انا مش مسامحها طبعا، لكن ربنا يسامحها، انما انا كشخص احمد راجل مش هسامحها، لان حرقت دمي، تمام، وانا جالي السكر من الشغله دي. فانا ما عادش حد يرن عليه خلاص. النبي لو قال بقى، قال لي انا من هنا من السند ومن الهند، انا مش عارف ايه، في الفاضي، تمام. انما انا اللي اقدر اعمله لكم لوجه الله، الحاجه اللي بتبقى جايه رخيصه بقول ان هي رخصت، الحاجه غاليه بحاول ان اقرب العمل بيني وبينكم. قشطه يا رجاله. اهو شويه بوري من ممنوعات وببلاش، هيبقى 7 حبايات 2 كيلو، تمام. عايز حبه ترزق فيهم من عندي ومن عندي، عايز حبه تاخدهم 5 كيلو للبيت من عندي ومن عندي، برضه هعملهم لك جمله يعني، تمام. يا ريت بقى اللي يشوف الفيديو ده يشيره، ومحدش يزعل مني. لو انت عايز تفكر انك تزعل مني، حط نفسك مكاني اسبوع وانت تقول حق برقبتي، اسبوع بس. لان بصراحه الناس لما يعني بتتعشم في حد بتفهم مفارم، تمام. فبالله عليكم ما حد يزعل مني، واللي عاوز زي يدعي لي، عايز يزعل يدعي عليا، ده ما بيفرقش معايا الكلام ده اصلا. لكن انا بحب بس ان الناس تبقى فاهمه وجهه النظر، الناس فاهمه وجهه النظر. صدقوني يا اولاد، الشغلانه دي شغلانه عذاب وشغلانه صعبه، وما بتقدرش فيها خالص، والله ما فيها ريحه التقدير. لكن انا حابب ان انا يجي معايا شويه ناس زي العسل، يعني انا ما اكرهش وما برضه ما بنكرش، انا معايا ناس زي العسل بيحبوني ويسالوا عليا في ايام تانية غير الشغل، وفاهمين واللي عايدوا عليا حاجات الحلوه دي، ومسيحيين ومسلمين والله. فانا عايزكم يا حبايب تبقوا كلكم كده تبصوا لبعض وتحطوا نفسكم مكاني، تقولوا مثلا الراجل ده هو برضه ايه، له حق علينا زي ما احنا ايه، زي ما هو لنا حق عليه. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، فيديو سريع كده. السمك ده يا جماعه ببلاش، يلا اللي عاوز حاجه يحجز معايا، لان الكميه كويسه، بس برضه هتخلص بسرعه ان شاء الله، فانتوا الحقوا. يلا، سلام عليكم.